يا مساء الخير يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ اولا ثانيا عايزه نعمل التسريحه مع بعض. انا دايما في الشتاء او دخول الشتاء ليا طقوس خاصه كده، وفي بنات كتير بيعملوها يعني. فانا حبيت اعمل التسريحه معاكم بصراحه لان منظرها مش طبيعي. فيلا نبدا مع بعض وربنا ييسر ونخلصها مع بعض. آه، الدرج الاخير ده انا عاملاه البندانات بس الطرح ليها مكان تاني. طبعا أنا كنت عايزه اشتري استندات للحاجات دي كلها، بس الشكل اللي انا عايزاه ما لقيتهوش. فقال لي فوت علينا بكره محترم، تمام كالعاده يعني. طيب دلوقتي هنبدا في ايه؟ انا عايزه اعمل ده كله. طبعا في منتجات تانية كتير، مش عارفه الكاميرا جايباها ولا لا هنا. كتير جدا. فانا مثلا الدرجين دول للاسف هم المتاحين قدامي دلوقتي لحد ما يجيب لي الاستندات، لان كنت جايبه قبل كده برضو وطلع مش عملي ورميته. طيب انا عايزه اعمل ايه بقى مثلا؟ بفكر ان انا احط ال الكريمات مثلا والادوات اللي مش بستعملها كتير، مثلا زي الديرما رولر، زي مثلا جهاز الالتراسونيك مثلا. كريمات مش بستعملها دول كده احطهم مع بعض. تمام. ومثلا الدرج التاني احط فيه الحاجات اللي بستعملها زي الروجات مثلا، اي كريم بقى بستعمله. الحاجات اللي بستعملها اكتر. خلاص يلا نبدا. ماشي. نحاول نرتب كده، طبعا ده لسه موجود. يلا. هتقولوا معايا بقى كده، ده ديرما مش بستعملها كتير طبعا، دي بنستعملها مثلا مره في انا بستعملها مره في الشهر. هقول لكم عليها بعدين برضو. الجهاز السكرابر ده بايجن. الكريم ده بتاع ايفا بي وايت. هبقى اعمل لكم ريفيوهات عن شويه كريمات كده استعملتها كتير ما عجبتنيش يعني. ده انا بستعمله باختصار يعني، ما مش عاجبني قوي، وهو عايز في الصيف بيعرق جدا وفي الشتاء بينشف جدا، فهو يعني ايه حاجه كده مش عارفه يعني عملوها ازاي. المهم ده كريم مثلا لو عندك اي شد في ظهرك او في ركبتك او كده، اللي هو بتاع اللي هو بيبقى ريحته زي موف كده. زي موف. اكيد انتوا عارفين قصدي ايه. دول برضو مش بستعملهم يوميا. آم، الساعة دي برضو دي جلافزات للصبغة. دي صبغة. دي مخمرية خليها. تمام. ده شاش ممكن استعمله في اي حاجة. دي شوية اكسسوارات كده، ايه خليهم كده لوحدهم. الكريم ده برضو مش بستعمله كتير، لان عامله خلطه وعندي كريمات تانية ولوشنات تانية بستعملها، هي اخف اكتر والخلطه اللي انا عاملاها جميله جدا، هبقول لكم عليها برضو. مثلا الكريم ده صبغه تاني. الوايبس دي كريم برضو بتاع ايفا، ده اللي هو مش عارفه اللي اسمه ايه، اللي هو زي الفازلين كده بيتحط على الشفايف او الايدين، لا الايدين يا ربي. بستعمله بس قليل يعني، لقيته عامل زي الفازلين كده وتقيل، ما حبيتش الملمس بتاعه. بس بستعمله ممكن على رجلي لو انا عامله بديكير او كده، فخليه برضو. التنت ده غريب جدا، كنت جايباه من السعوديه ما عجبنيش برضو، فخلي يعني ايه، قلت اخليه يمكن استعمله يمكن. في تنتات برضو اللي هي بتطبع دي يا بنات، دي مثلا ده وده وايه تاني اللي وقع هنا. مثلا خليهم دول برضو مش بستعملهم الا قليل جدا جدا في اضيق الظروف يعني. دي قطر العناية خليها. ايه تاني؟ مثلا المشط بستعمله. الشفرات. الروج ده برضه مش بستعمله، او روج سحر جميل قوي، بس ايه بخليه للشتاء للصيف اكتر. اسمه ايه اللي هو مصحح ده، تقريبا مش بستعمله له كل 3 سنين مره، خليه. القصافه بقى، شاحن السكرابر. ده برفيوم اللي هو بيتعمل كده، ده مش بستعمله كتير. ده برضو للعين مش بستعمله كتير، لونه موف يعني فمش بستعمله كتير. ده برضو كان شغال يعني، مش عارفه ايه اللي حصل له، هو باظ يعني. كان ملمع للعين يعني، برضو مش بستعمله قوي. تمام. مكعب مسك احطه، ويمكن بقى بعد كده اعمل خلطات وحاجات من دي فهستعمله برضو. جلافز اللي هو كريم اللي هو اسمه اكريتين، بستعمله برضو يعني ايه، مش مواظبه عليه قوي يعني، انا مش مقتنعه بيه قوي يعني بصراحه، بس جبته فهشوف له خلطات تانية، او مثلا احطه في حاجه تانية. كانت في بنت بتقول حطوه في منابت الراس،
بيخلي الشعر يطلع اكتر واسرع وكده، فجربوا. دي مناديل اللي هي بتاعت ازاله الميك اب. توكه. التنت ده يا بنات جبته بيبقع جدا، بيبقع جدا فظيع، فده عايز الصيف يعني بايه تعرفي تظبطيه شويه غير الشتاء. ايه تاني؟ ده كان ماسك، ودي بتاعت المساج. وايه تاني؟ المرايه مثلا هنا. توك. البلاشر ده مش بستعمله كتير برضو يا جماعه، اللي هو الجيلي تنت ده اختراع فاشل فاشل. بصوا برضو هعمل لكم فيديو عنه، اختراع فاشل بجد، يعني بيقع وبيسيب الابليكيتر بتاعته دي، وبيقع وبيقطع وبيفرول على الخد. اكيد انتوا جربتوه عارفينه، فانا ايه هرميه ان شاء الله بس مش دلوقتي. طبعا يا جماعه الفيديو ده عشان التسريحه كلها، انا هعمل التسريحه دلوقتي هعملها اعاده تدوير. انتوا شفتوا منظرها في الاول كان عامل ايه. طبعا في فيتامينات كتير باخدها، دي برضو هعمل لكم عنها فيديو تاني لوحده ماشي. دي هخليها مع الاثنين. والتوكه مع البندانات برضو. نفتح الدرج التاني بقى عشان نحط فيه كميه الروجات الفظيعه دي. بصوا يا جماعه طبعا دي ليب بلاس كتير بستعملهم. ده كله بقى، ده كله بقى. دي ماسكارا خليها هنا. دي روجات، روج 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 تنت روج. تمام اهو. تنت برضو لم البلاينر وكحل، في حاطه منه دلوقتي. تمام. ده كله يا جماعه ترويق مبدئي مبدئي لحد ما اجيب الاستنداد. تمام. هنعمل بعد كده تاني مع بعض. دي مخمليه كنت جايباها من السعوديه برضو حلو قوي. وده اللي هو البلاشر اللي هو الكريمي ده بيتحط على الوش، ده حلو برضو، بس برضو يبقى اوفر شويه، او لازم تخلي بالك قوي انت تحطيه تستعمليه. روج برضو اهوت. روجات بقى، روجات يعني كتري كتري كتري. بصي المشط برضو دول الاساسيين بتوعي، دي للتسليك وده للتسليك برضو، بس ده اول حاجه بسلك بيه برضو بحطه هنا. وده برضو مشط ايه، ده مش بستعمله كتير، بحطه هنا زي ما اتفقنا يا جماعه، انتوا مركزين معايا طبعا صح. تنت. دي حاجات لعينيا برضو خليها هنا. الادويه بحطها هنا، دي برضو قطرات مرطبه العين، يعني عندي جفاف عين يا جماعه، ف ده كيتوفان. روجات برضو اهو. روج 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 قطرات اهو. روج تنت كل ده كده حطيناه مع بعض. كحل ده انا مكفي بستعمله. دي البودره والكريم برضو بتاع الحواجب والعيون، ساعات بستعمله برضو العينين. تمام. الفرشه دي تقريبا مش بستعملها خالص، جبتها يعني يا جماعه ناشفه جدا جدا، قذره جدا، يعني هي مش ناشفه بس هي قذره. الكريم ده طبعا عارفينه، ده حبيب الملايين، ده للشتاء. تقيل جدا طبعا. بعمله انا كمان خلطه بخففه شويه بصراحه، يعني انا بحب اعمل له خلطه كده اقول لكم عليها بعدين. مثلا بزود جليسرين، بخليه ليكويد شويه، لان هو كده ما بيندمجش على الجلد، فده برده هستعمله في الشتاء. دي قبل ابره الرؤوس البيضاء والسوداء، دي برده مش بستعملها كتير لما اكون مثلا بعمل حمام كريم، بعمل اي حاجه لشعري. المخمريه برده خليها هنا. دي البرايه برده بتبقى هنا. حاجات الشيت ماسك جبتهم يعني ما استعملتهمش الا قليل جدا. حاجات زي دي برده اللي هي مش بستعملها كتير برده. جماعه نكمل تاني لان كان الفيديو فصل لوحده، فان شاء الله نكمل كده. خلاص احنا قربنا نخلص. تمام. فاضل برده اللي هو ميبو، ما بستعملوش كتير الحمد لله يعني. بصوا الصف ده كله انا بستعمله تقريبا يوميا، ده برده مش بستعمله كتير. ده سكراب كده كان عينه جايالي. دي اللي هي اللي هو اسمه ايه، معقم للايد او اي حاجه. برده دي بنس مش بستعملها كتير. خلاص اتفقنا، ده الدرج مش بستعمل فيه حاجات كتير يعني. برضو دواء مسك الطهارة برضو 2، دول كنت جايبهم من السعودية برضو كويسين. ده لوشن بستعمله هقول لكم بقى دلوقتي. مثلا كرباميد، ده ممكن يعني هنا برضو مش بستعمله يوميا. دي مناديل طبعا بتاعت ازالة الميك اب، بنسى. دي برضو العلاج زي ما قلنا هنا، اي علاج واي مكملات فيتامينات قطرة اي حاجة بحطها في الدرج ده برضو. كده احنا وصلنا لجزء
مهم بقى اللي هو ايه، خلاص احنا عملنا الادراج نوعا ما نظيفه، نوعا ما مستنيه بس الاستندات. الجزء ده كله انا ما بقدرش اشيله بعيد عن ايدي، لان ده بستعمله شبه يومي. بلاش الاسكنون ده، كنت جايباه من السعوديه برضو، مش حلو قوي. ده برفيوم، دي خلطه هقول لكم عليها بعدين. دي قطراتي اليوميه. ده كريم جايباه من ماركه، شايفين الاسم، اسمها مش عارفه اقرا الاسم بصراحه قوي، بس هو انا بجرب الماركه دي جديد، جايبه منها ده. جايبه منها السيرم هيالورونيك اسيد. جايبه منها الزيت ده، هكلمكم عليها بعدين يعني، لسه ما جربها، لسه جايبها من حوالي اسبوعين بس في العروض يعني. ده برفان برضو، ده سيرم. ده مش بستعمله كتير، بحطه هنا. ده بلاشر برضو او تنت يعني. ده سيرم لمجموعه هكلمكم عليها بعدين، روعه 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 بجد. وده فيتامين اي، كنت جايباه من السعوديه، عجبني برضو، بستعمله في خلطات كتير، اكيد انتوا عارفينه برضو. وده سيرم. ده لوشن. كان في كريم كان بيقول عليه اسمه زينكو ديرم، جبت يعني جيت اطلبه ما لقيتش غير اللوشن زينكو ديرم. حلو قوي، حلو وخفيف، هقول لكم عليه برضو، كل ده هقول لكم عليها في تجربه لوحدها يعني. ده كان سيرم هيالورونيك اسيد، بس انا حاطه فيه سيرم للشعر دلوقتي. ودي ستارفل، ودي برضو الماركه اللي بقول لكم عليها اللي هي من دي. ده تونر، بجربه برضو. وجبت ماء ميسلر، اللي هي ليفز، بجرب برضو. ده كله يا جماعه يعني لسه بجربه جديد بصراحه. بس طب انا دلوقتي عايزه اشيل ده كله، هشيل ده كله الاول، وامسح دي وانضفها، وامسح المرايه، وبعدين ايه ارتب بقى الترتيب الاخير. تمام، يبقى احنا كده خلاص بنشطب يعني. فاضل الترتيب الاخير، واصور لكم بقى ايه بعد، يعني اصور لكم قبل وبعد عشان تشوفوا ايه الانجاز اللي احنا عملناه. انا بالنسبه لي يا جماعه التسريحه دي انجاز بصراحه. يعني لما تبقى مثلا مش نظيفه، انا ببقى او متكركبه كده، ببقى متضايقه جدا جدا جدا. فانا كنت مشغوله اول اليومين اللي فاتوا دول، فما عرفتش اعملها يعني، فبعملها معاكم اهو. ان شاء الله نكمل حاجه. بصوا يا بنات، ده المنظر النهائي خالص للادراج. تمام، حاجات قلت لكم اللي هي اساسيه عندي دي. الدرج التاني خلاص كده يعتبر خلصنا، كده خلصنا. ده المنظر النهائي بس. بجد يا جماعة، في دخول الشتاء خلوا لكم طقوس، حاجات تفرحكم، حاجات اصلا بتبقى اساسيه عندكم، بتبقى مهمه عندكم، اللي هي لازم في الشتاء تتعمل. دي فعلا بتغير بالمود جدا، بتغير النفسيه جدا، بتحسسك ان انت عملتي حاجه مهمه حتى لو هي حاجه بسيطه. ده كله بيفرق جدا جدا في النفسيه بجد. ده بلس بقى النظافه، يعني احنا بنتكلم النظافه حاجه، وانك ترتبي حاجه تانية، او يبقى ليكي طقوس في الشتاء، دي حاجه تانية. بس يا رب يعجبكم الفيديو كده يعني.